امبارح ترامب بق البحثة بالجي 7، قال انه اسرائيل is not doing a good job مع لبنان. مش كل ما شبقوكم درون تروحوا تقصفوا بنايات ببيروت، وبده الجولاني انه يصفي الحزب. هيدا شيء ما بيطمن، مع انه الجولاني والجميل والرج كله عم بيطمن انه هو ما راح يتدخل. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. ما بعرف اذا جميل والرجي بيحكوا مع ترامب بيمونوا عليه، ما بعرف اذا معهم رقمه ولا بيبعتوا له دي ام على تروث سوشيال. ما بعرف اذا في دي ام على تروث سوشيال. الجولاني ما عنده مشكله يتدخل اذا اسرائيل بتكف ايدها عن السويدة وعن ضرب سوريا. بس انا بقول لك شو بيطمن اكثر، اردوغان اللي جاب الجولاني مع الامريكاني ما بده اياه يتدخل بلبنان، لانه اذا تدخل ممكن يصير في تدخل من فصائل بالعراق، وممكن من ايران ومن حزب الله بلبنان. طبعا رح كلهم يعملوا ريبلاي اول ويحطوا ترامب ونتنياهو وكل التيم تبعولهم بالسي سي كمان، فرح يحترق. وبدل ما يكون الجولاني عم بيعمل الديرتي ورك تبع اسرائيل، رح بيصير هو الديرتي ورك. اجان نزع السلاح مش رح بيصير بالحرب، رح بيصير بالسلم، ورح يتسلم السلاح بالتفاوض بين الدولة اللبنانية والحزب. هيدي نهايتها. مثل أي شغلة بلبنان، بنختلف 20 سنة، بنعمل حرب 20 سنة، بس بالآخر رح نقعد نشرب قهوة على الطاولة ونحكي بالموضوع. هلأ يمكن نشوف حروب جديدة قبل ما نقعد ونحكي بالموضوع، بس هيدي نهايتها. يلا أوكي، يلا باي.